كأعضاء مشاركين. إدارة ناحية تل حميس أو إدارة مؤتمر ستار لننظم ندوة حوارية تحمل عنوان المرأة حياة حرة أو جنجيان آزادي أو المرأة والحياة والحرية. هذا المفهوم الذي تسطر بأذهان وأفكار جميع من عايش هذه المرحلة، والتي بدأت بنقاط متعددة. هذه النقاط انتشرت لتشكل لدينا قطرات ينهل من فكر أو أبحر ينهل من فكر القائد لتستمر ثورة التجديد ومرحلة الفكرية السائدة. بقلوبنا وضمائرنا إمكانية الحفاظ على هذا الشعار لكي تستمر المرأة كثورة متجددة ومطاعة. النقاط الأساسية اللي يدور حولها حوارنا هي نقاط ثلاثة: المرأة والحياة والحرية، والنقطة الثانية هو دور المرأة في التطور الديمقراطي، والنقطة الثالثة هي الحياة الندية المشتركة. منذ بدايتها بالبيت المرأة ما أخذت حريتها بالبيت، ما تأخذها برا، يعني ربوا على إنه أنت مرأة ضلع قاصر مثل ما ذكر الرفاق، أنت ما تأخذين أي شيء من دورك كمرأة، أنت مرأة ليس لك الحق لا برأي لا بطلعة لا بفوته، كل هالشيء هذا يحكموا تحت مسمى ذريعة الشرف والعيب. يعني أنت على مستوى إذا سولفتي إذا طلعتي على الباب إذا سويتي شيء هذا كله يتسمى عيب. فالمرأة خضعت لحكم الظروف. يعني المرأة هسه لما تربي بالبيت وتربي طفلها على إنه الذكر فرغته عن الأنثى، فهالشيء هذا مو من تلقاء نفسها، هالشيء هذا انفرض عليها فرض. جل فيه على الخلق أن الرجل والمرأة هم وجهان لعملة واحدة، يعني تعتبر المرأة مرآة الرجل والرجل أيضا مرآة للمرأة، لكن الدرب أو الإطار الذي صار فيه الرجل ضمن ذهنية جامدة، الطريق والإطار الذي صار فيه الرجل كان طريق ممهد ومفروش بالورود، استطاع فيه الرجل أن يصل إلى الفكرة وإلى الفكرة التي ينشدها. أما الإطار الذي صارت فيه المرأة في مجال الحياة الندية أو الحياة التشاركية كان إطارا معطلا ومهمشا، ساعد على ذلك يعني تغيير تفكير المرأة ووضع الغشاوة على المفهوم حرية المرأة. الحياة الندية لازم تكون العلاقة المتوازنة بين المرأة والرجل، يعني كل شخص المرأة لها كينونة خاصة، الرجل له كينونة خاصة بغض النظر عن تحكم طرف على طرف. إذا نناقش حياتنا الرجولية السلطوية حجمت حرية المرأة ضمن نطاق أو إطار ما تقدر تعبره المرأة حسب قوانين وأنظمة دولية فرضتها ضمن الدستور. ولكن نضال المرأة فينا نقول كان نضال المرأة قديما، ولكن نضال المرأة وثورة المرأة بلشت من 50 سنة مثل ما نقول، لما رفيقات اجتمعوا بالجبل والرفاق كانوا يقاتلون مشان حرية المجتمع. القائد عبد الله وجلان لما شاف مراحل ثورة المرأة، في عندنا رفيق بريطاني لما ظلت لوحدها تقاتل العدو، شافت انه ما ضل مجال، يعني تحاصرت من قبل العدو، يعني وكان جيش عرمرم يعني. فالرفيقة فضلت انه تستشهد، وطبعا قبل ما تستشهد حطمت السلاح مشان العدو ما يستفيد من السلاح. فالقائد عبد الله وجلان كان يتحدث يعني عن المرحلة هاي. فالمرأة لما تشكلت بالجبل تحت شعار جيان آزادي جنسيا فقط، وأكثر ما يدل على كلامك قول الكاتبة سيمون دي بوفوار تقول: لا يولد الشخص امرأة إنه يصبح كذلك، أي أن المجتمع كجنس أنثى يتم تدريبه وتلقينه إلى أن تصبح امرأة. على عكس علم الأحياء فهو يثبت نتائج علم الأحياء أثبتت أن الرجل يحوي المرأة، تحوي بداخلها جسد الرجل في وجهته، أما جسد الرجل لا يحوي المرأة ضمن مساره. فهذا يشير أن المرأة هي الوجود، وأن المرأة هي المركز، والرجل هو وجود
لا يستطيع أن يقطع روابطه بالمرأة. طبعا الحياة الندية المشتركة ترفض هذا التملك والعبودية، وكمان فلسفة القائد حركة حر النسائية لها دور كبير وكداعم أو لأي مرأة كان بدها تتحرر فتشوف إنه هالشيء سند لها. ما يزال الكثير أمامنا للحصول على أنه المرأة تنال حريتها بنفسها، لكن هذا المجتمع كيفية الخلاص من الذهنية الذكورية. يعني أنا برأيي مثلا أنه الذهنية الذكورية كيفية الخلاص من الذهنية الذكورية تكون عن أنه المرأة هي نفسها تكون رائدة بالمجتمع. اليوم ما وصلنا لمرحلة المرأة الريادية، في بنات متحررات، في بنات استطاعن أنه يخرجن أنفسهم من بين مجتمع على سبيل المثال مجتمع عشائري، مجتمع ذكوري، مجتمع جنسوي. ممكن المرأة كانت أيضا مضطهدة ضمن هالمجتمع هذا، لكن احنا المرأة هي نفسها هي قادرة على نزع حريتها.